اخوان شلونكم؟ طبعا بعد عناء وبعد 6 اشهر من نزلت الفيديو اللي ردت اتحول بباد بوي، بس ما قدرت لان كانت الامكانيات ضعيفه. اوقف راح اشرح لكم على الشقه. كانت الامكانيات ضعيفه، ما كنت اتحمل هاي التكاليف الهائله اللي يمتلكوها الباد بوي والستيكرت، شو اسمهم؟ ستيك هاي الخشبه. فالحمد لله والشكر بعد موفقيه ورب العالمين وفقني. دعاء الوالدين اكيد، امي كانت تدعي لي دائما وابوي كان يدعي لي وامي وابوي راضين علي وكل اهلي راضين علي والحمد لله والشكر. صرت باد بوي اخوان الحمد لله والشكر. واكبر دليل حتى ما تصدقوني عبالكم خالي مع السكيت. هذا السكيت اول شيء يجي اوقف بعد الشغله باد بوي شو يلبسون مثل هاي، يعني اذا ترهم ما ادري، اذا ترهم ما يخالف، ما ترهم مو لي اخوان. هاي مال هذول الباد بوي. والشفقه هاي الشفقه مال باد بوي والله هي برتقاليه. والله لقيت هذا السكيت اخذه واطلع ايش لازم اخليه هنا ما ادري شنو. اخوان علموني الباد بوي. اذا اكو واحد يتابعني باد بوي اضربك 100 قد اصلا، لا تقول انا احضرك والله حتى لو اخوان ما يخالف. هاي السكيت هنا والحمد لله والشكر. طبعا بعد معاناه والله مو سهله هاي عبالكم انتم سهله وكل سهوله صارت. لا اخوان تعب والله وسهى والشيء مو سهل، بصعوبه تلقاه. عذروني بس صار 30 سنه ما شاهدها فنسيت شلون كنت اشدها. ذكروني شلون كنت اشدها حلو، بس لسه ما قاعد ترهم. هاي هيك هذا الموجود. فاليوم جبت لكم انسان خارق للعاده فعليا. اقول لكم خارق للعاده، يعني تحفظ تقدر ترتاح براحتك، يعني تاخذ راحتك بالافشار بالتعليقات يعني براحتك. والله قاعد احسها اوفر هيك، احسها عاليه. شنو هاي؟ جبت لكم انسان طغى على الارض. لا ما طغى على الارض، يعني جبروت الارض. هو يعني فهمتوا اكيد يعني. تفضل. الله اكبر يا عالم فوق شال هاي العوده، وهاي العوده لا تخافون ما راح لا تخافون. هاي العوده راح يشيلها وراح يكسرها. ادري اذا اجيب اخوي الصغير راح يدفرها دفره واحده وراح يسويها 4 اقسام، بس لا هو يختلف. هو يعني انسان، يعني انسان فتشي يعني هو قوي كلش، يعني ما حد ما يقدر له. الله اكبر يا علم فوق المتون يشيله. بس مثل ما اتفقت وياكم هاي الحلقه بدون عفاطري. الله اكبر والله راح يلا نكسرها عاد مرة. يلا لك بس يلا نكسرها. وما انكسرت العودة الحمد لله والشكر. انكسرت العودة. همزين والله قلت راح يفضحنا. راح همزين الحمد لله والشكر. هالفيديو عدى بسلام. ولا هو العودة يعني قلت لكم اذا اجيب اخويا يعني اصبع النظرة هنا أنا قاعد يشرح لك كل المعاناة. قاعد يقول لك بعد الصعوبة بسحب الكية بالحزام، وبعد الصعوبة مبين لابس مناظر. قاعد يعطيك النظرة الحقيقية. واكبر دليل انه وراه 4 أو 5 قاعد يدفعون السيارة. يعني هاي الشيء صعب جدا، يعني اذا انت قاعد تسحب السيارة وراك 5 4 قاعد يدفعوها. صعب جدا صعبة، يعني مستحيل انه واحد يقدر. من يقدر؟ اخبى هاي الحركة. شفت المونتاج شلون سويتي؟ شفتوه؟ ما بيحل اسوي المونتاج. صعوبة يعني واحد يلاقي صعوبة جدا بسحب كيه بالهذا. انت صدق تحكي لو تشاقة. علميا اقوى شيء بجسم الانسان هو الرجل، اسفل الرجل. يعني فانت قاعد تخلي بلوك بوزن خلينا نقول 10 كيلوات، 20 كيلو، 50 كيلو مهما طعن. قاعد تخلي جواح جارتين فراح يصير الوزن وين؟ الجانب الايمن والجانب الايسر. فايش راح يبقى بالنص فراغ. فانت راح تسوي لها عليك راح تنكسر. علميا قاعد اشرح لك يعني اذا خليت الحفاضه مال اخويا عراق عليها فراح تنكسر. علميا قاعد اشرح لك علميا. كيفك انت بعد؟ انت اسد وتحكم على غابتك اكيد. فهنا مو بالغابه احنا، فلا تجي هنا اخوي. في حياتنا اخويا ابو غابه. هنا شال اثقل رجل بالعالم سترونج. هذا شايف الستلايت؟ هذا الستلايت شايف الستلايت السترونج اللي يخلين عليه هذا الهيجي؟ شايفين لو لا؟ هذا الياباني مثل الصيني مثل الكوري. شايفين لو لا؟ هو شال مثل شفت الوزن مال الولد شاله جد يطلع طن اكثر. انا اقول لك اكثر. يعني مستحيل. انت شلون تقدر هيجي؟ انا ما قاعد استوعب شلون تقدر هذا الولد وزنه 35 كيلو ما يطلع. يعني انبرص ب 30 اخذ بيك كيال. يعني المفروض تاخذ بيك كيال انت يعني. بس يعني انسان مستحيل. اسد العراق. اسد العراق. هو الاسد ما يتحرك بالغابه مرته تجيب الاكل. انت شو تتوقع من عندك؟ راح نتوقع من عندك اكيد. راح اخوان صحيح اللي قاعد يفشرون عليه بالتعليقات يقولوا ليش ما قاعد تنزل فيديو؟ فانا ما قاعد انزل فيديو. قلت لكم ذاك الفيديو ليش ما قاعد انزل فيديو. شرحت لكم انه كاس العالم ماكو محتوى. حتى اليوتيوبر نصهم ما قاعد تنزل فيديوهات. هو ماكو محتوى. شو اسوي لك انا لقيت هذا يعني حتى ما منزل عليه فيديو ابد. فانا لقيته هنا حتى اجي اضحك عليه، او مو اضحك عليه، نضحك وياه او نشاقه وياه. يعني هو نفس الشيء نضحك عليه. يعني محتوى ماكو. فمن راح يخلص كاس العالم راح يرجع المحتوى. كاس العالم يخلص 18 12 يعني بعد 10 ايام. اليوم 10 بعد 7 ايام. يعني المغرب اليوم فاز على البرتغال. فانا فرح جماعه كريستيانو بقوا على صفحه.
جماعه ابو محمد اطبق على سمع الارجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا. تعرفوا شو اتمناها المغرب تفوز على فرنسا والارجنتين تفوز على كرواتيا ويصعدون نهائي الارجنتين والمغرب. راح يصعدون نهائي الارجنتين والمغرب، فراح يصير نهائي يعني اي واحد راح يفوز هاي انا مرتاح. اي لان اذا الارجنتين فانا اشجع الارجنتين واحب ميسي وعشقه، واذا راحت المغرب فراح تروح للعرب يعني ما راح اعرف ايش اشجع، اثنيناتهم راح افرح بيهم، بس اتمنى يصعدون اثنيناتهم نهائي. اذا صعدوا اثنيناتهم نهائي خلاص انا احتمال النهائي اصلا يعني مرتاح اشوفه مرتاح. شنو هم الفيديو بعدين رحنا لكاس العالم، بعدين رحنا ليش اطفر؟ ما هو وايد فيديوهات كلهن هيك يعني هو يشيل اوزان ثقيله ومسمي نفسه اسد العراق. وهسه هيك من كسر كرتونه، فهو يعني سطو على عظمه الكوكب. يعني هو اكو واحد يقدر يكسر كرتونه؟ منو يعني؟ توقع انت تقدر تكسر كرتونه؟ توقع انت تقدر تكسر كرتون، بس توقع انت تقدر توقع يعني شلون يعني تخيل نفسي انا اكسر كرتونه؟ مستحيل. شلون راح اكسر كرتونه؟